السلام عليكم، عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بألف خير ورمضان كريم عليكم كده يا رب. فطار 10 يوم رمضان، وهنعمل مع بعض طاجن من البسلة واللحم، أكلة كلنا بنحبها خاصة في شهر رمضان الكريم. وهنعمل معاه طاجن رز معمر، وهدخله الأول عشان يعمل وش في الفرن قبل ما أدخل الطاجن. ناس كتير بتسألني ازاي بحمر وش طاجن الرز بتاعي، وان دايما بيعملوه بيطلع معاهم طري ومستوي، لكن في نفس الوقت مش بياخد وش زي ما بيشوفوه. تابع معايا الفيديو للاخر وانت هتعرفي كل حاجة انت محتاجاها ان شاء الله. زي ما انت شايفة كده، جبت الرز وسويته كويس جدا في الصينية او الطاجن بتاعي، وحطيت الملح وحطيت الفلفل الاسود بتاعي. دلوقتي هضيف اللبن بتاعي وهخليه مغطي الرز بتاعي بعقلة كده زي ما انتوا شايفين. ده هيبقى مظبوط معايا، وهدخله الفرن وهشغل الفرن من تحت ومن فوق، ولما ياخد وش اطفي الشواية اللي فوق واشغله من تحت. ولو الفرن بتاعك مش بيشغلوا الاتنين مع بعض، يبقى شغلي الشواية بس الاول، ولما ياخد وش الدهبي اطفيه وشغلي من تحت لحد ما يستوي معاكي ويبقى زي ما انت شايفة كده. وبعدين هنبدأ بقى نجهز الطاجن بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده. البسلة بالجزر بتاعي، ايا كان بقى نحط البسلة الاول او اللحمة الاول، كده كده الاتنين بيتقلبوا مع بعض. انا بحب اضيف كمان مكعبات من البطاطس معايا في الطاجن. ودي اللحمة بعد ما شوحتها بالسمنة والبصلة والتوابل بتاعتنا. هبتدي بقى اضيف عصير الطماطم معايا وهقلب كويس قوي. طبعا هنظبط الملح بتاعنا والفلفل الاسود بتاعنا ونظبط كل حاجة. وبعدين بعد ما اقلب كويس قوي علشان الخلطة كلها تتشبع معانا، هضيف معلقة من الصلصة، دي طبعا مهمة جدا معانا في الطاجن. وهندخله جنب طاجن الرز بتاعنا، ومننساش نغطيه كويس قوي عشان يستوي بسرعة معانا. وده شكل الطاجن بتاعي لما جاهز خالص، ريحته تحفة وكان طعمه رائع جدا. اعملي بقى جنبه طبق شوربة عصفور، بتبقى حلوة قوي جنبه، بألف هنا وشفا على قلبكم. وده كان فطارنا النهاردة ان شاء الله. ما تنسيش تصلي على النبي في الكومنتات، وتدعميني بلايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.